مشاهدينا في كل مكان، سعدتم مساء. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إشادة بمساهمة 4 دارات ضواحي في مدينة مندفر في إنجاح البرامج الوطنية. إجراءات حماية الغابات في مدينة منصورة تحقق نتائج إيجابية. توزيع جوائز في توراري على المتفوقين في امتحانات الصف الثامن بالإقليم الأوسط. 70 قتيلا في هجوم في شمال الشرق الكونغو وتنديد أممي بالعنف. بوتين يؤكد اقتراب انتهاء الحرب في أوكرانيا. وترامب يلوح بنقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا وسط توتر مع برلين. أهلا بكم. أشاد مدير مديرية مندفر السيد حزقياس وهبت بالدور البارز الذي تؤديه 4 دارات ضواحي في إنجاح البرامج الوطنية والمساهمة في الاستعدادات الجارية للاحتفال بالذكرى 35 للاستقلال. وأوضح أن إدارات ضواحي عدي باري، عدي وقري، وعدي حاري، وحدش عدي قدمت مساهمات لافتة في إنجاح الأنشطة الوطنية، لا سيما الفعاليات المرتبطة بإحياء عيد الاستقلال، مؤكدا أن هذه الإدارات أصبحت نموذجا يحتذى به على مستوى الإقليم. وأشار إلى أن البرامج الاحتفالية التي ستنطلق في الشوارع ابتداء من 15 من مايو الجاري تشهد استعدادات مكثفة ومشاركة واسعة من السكان في إطار تعزيز الأجواء الوطنية وإبراز روح التلاحم المجتمعي. من جهتهم، أكد مسؤولو إدارات الضواحي الأربعة أن المواطنين يواصلون تقديم مساهمات فاعلة من خلال تقوية تنظيماتهم المجتمعية والمشاركة في مختلف الأنشطة، مشيرين إلى أن أجواء الاحتفال بعيد الاستقلال بدأت تتصاعد بشكل ملحوظ في المدينة. ويحتفل هذا العام بالذكرى 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا، وسط استعدادات واسعة تنفذ على مستوى البلاد ابتداء من القرى والأحياء وصولا إلى المدن الرئيسية. أوضح مدير الخدمات الطبية في مستشفى مندفر المرجعية أن المستشفى شهد خلال سنوات العشر الأخيرة منذ فجر الاستقلال تطورا لافتا على مستوى الكوادر البشرية والتجهيزات الحديثة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وبين الدكتور سعرية تسفو أن تحسين الصحة العامة يمثل أحد الأهداف الأساسية التي يجري العمل عليها بصورة متواصلة، مشيرا إلى أن مشاريع البنية التحتية التي أنجزت بالمستشفى شملت تركيب محطة لإنتاج الأكسجين وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية مع توفير مولدات احتياطية، إلى جانب نظام حديث للتخلص من النفايات الطبية. وأشار إلى أن عدد الكوادر الطبية المتخصصة شهدت ارتفاعا من حيث الكم والنوع، حيث يضم المستشفى حاليا اختصاصيين في الأمراض الباطنية والجراحة وطب العيون وأمراض النساء والناسور، إضافة إلى أطباء مختصين في طب الأطفال، الأمر الذي ساهم في تحسين خدمات التشخيص والعلاج. وأكد الدكتور سعري أن المستشفى لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل يؤدي أيضا دورا تدريبيا مهما من خلال توفير التدريب العملي للممرضين المساعدين، مؤكدا استمرار العمل لبناء منظومة صحية قادرة على مواجهة المخاطر الطبيعية والبشرية المختلفة. أكد سلطة الغابات والحياة البرية أن الجهود المبذولة لحماية الغابات والحياة البرية في مديرية منصورة بدأت تحقق نتائج إيجابية، وذلك من خلال تنفيذ إجراءات رقابية وتوعوية تهدف إلى الحد من التعديات البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأوضح ممثل سلطة الغابات والحياة البرية السيد عنداي قبرس قابهير في تصريح لوكالة الأنباء الإريتريا إرينا أن 41 عضوا يعملون ضمن لجان رقابية موزعة على 5 إدارات ضاحية يواصلون تنفيذ مهامهم بصورة منسقة للحد من تدهور الغابات والحياة البرية، وذلك الأمر الذي ساهم في عودة الأشجار والنباتات المحلية وبعض الحيوانات البرية إلى بيئتها الطبيعية.
وأشار إلى أن برامج التوعية والتثقيف التي نفذت بالتعاون مع الشركاء ساهمت بدورها في رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، مؤكدا أن حملات التشجير بدأت تلقي استجابة أوسع من المواطنين. من جانبه أوضح مدير إدارة ضاحية مانتاي السيد حدوق آدم أن السكان يشاركون بوعي في مكافحة ظاهرة قطع الأشجار، لكنه أشار إلى استمرار بعض الممارسات غير القانونية في عدد من المناطق، داعيا إلى اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتسببين في قطع الأشجار بصورة عشوائية وغير مسؤولة. نظم في 9 من مايو برنامجا لتوزيع جوائز فيتوراري على 481 طالب وطالبة من المتفوقين في الامتحانات الوطنية للصف الثامن للعام الدراسي 2025-2024 بالإقليم الأوسط، بعد تحقيقهم نتائج بلغت 90% فما فوق. وخلال الحفل أوضح المنظمون أن نسبة الطالبات ضمن المتفوقين بلغت 55%، كما تم منح ميداليات وشهادات تقدير للمتفوقين، إلى جانب تقديم كؤوس تكريمية لستة طلاب سجلوا معدل 99% فضلا عن جوائز مالية للمدارس المتميزة. وأشار مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الأوسط السيد سامسون كفل مريم إلى أن الاتحاد بالتعاون مع التعليم وشركائه واصل تنفيذ برامج تحفيزية متنوعة لتعزيز اهتمام الطلاب بالتحصيل العلمي، مبينا أن عدد المكرمين هذا العام سجل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. من جانبه أوضح مسؤول فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتجابر أن الهدف من البرنامج التكريمي هو تمثيل في تشجيع المتفوقين وغرس روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، مؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به أولياء الأمور في دعم أبنائهم وتشجيعهم على مواصلة التفوق الدراسي. وجهت دعوة إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية والمهنية داخل المدارس بالتوازي مع التعليم الأكاديمي، لما لها من دور مهم في إعداد طلاب يتمتعون بالكفاءة والقدرة على المنافسة. وأوضح مدير مدرسة الشهيد إبراهيم عافا للتعليم الابتدائي والإعدادي بمتكل الأبيت الأستاذ محمد إدريس أن أسبوع الأنشطة المدرسية السنوي يشكل فرصة لتقييم قدرات الطلاب وتنمية روح التنافس بينهم، إضافة إلى دوره في نشر الثقافة والقيم المجتمعية وتعزيز المواهب في مجالات الفنون والحرف والابتكار. وأشار إلى أن الأنشطة المصاحبة للعملية التعليمية بما في ذلك الثقافة والريادة والصحة والأعمال المهنية تسهم بصورة مباشرة في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته العملية والاجتماعية، مؤكدا أهمية منح هذه المجالات اهتماما أكبر خلال المرحلة المقبلة. وتضم مدرسة الشهيد إبراهيم عافا الواقعة ضمن إدارة ضاحية متكل الأبيت أكثر من 1100 طالب وطالبة من مرحلة ما قبل المدرسة حتى المرحلة الإعدادية، بينهم 48% من الإناث. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قتل نحو 70 شخصا على الأقل، معظمهم مدنيون بأيدي مسلحين على صلة بميليشيا كوديكو في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الصحافة الفرنسية وسط تنديد أممي. وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات في مقاطعة إيتور الغنية بالذهب والحدودية مع أوغندا، والتي تعاني منذ سنوات من أعمال عنف. وأفادت مصادر أمنية بسقوط 70 قتيلا، في حين قال المسؤول في المجتمع المدني في إقليم إيتوريا شمال شرق البلاد ديو دينيه لوسا أن الحصيلة غير النهائية للهجوم تتجاوز 70 قتيلا. على صعيد متصل، نددت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو في بيان بموجة هجمات دامية تستهدف مدنيين في الأقاليم الشرقية للبلاد، حيث تنشط أعداد كبيرة من الجماعات المسلحة.
أعلن فلاديمير بوتين أن الحرب في أوكرانيا تشارف على نهايتها، رغم أن اليوم الأول من موقف لإطلاق النار برعاية أمريكية شابه تبادل اتهامات بخرقه وعرض عسكري مصغر ليوم النصر. وجاءت تصريحات بوتين بعد ما أبلغ الجنود المشاركين في العرض العسكري المصغر في موسكو أنهم يقاتلون قوة عدوانية في أوكرانيا مدعومة من مجمل حلف الشمال الأطلسي الناتو، مؤكدا أن أهدافه من هذه الحرب عادلة. وأشار بوتين إلى أنه مستعد للقاء الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في جولة ثالثة، ولكن فقط بعد الاتفاق مسبقا على جميع شروط تسوية السلام محتملة. وبعد فشل محاولتين لوقف القتال هذا الأسبوع من جانب كل من روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين الطرفين سيدخل حيز التنفيذ. أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية نقل جزء من القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا في خطوة تعكس تحولات محتملة في توزيع النفوذ العسكري داخل حلف الشمال الأطلسي الناتو في أوروبا الشرقية. وخلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن هذا السيناريو ممكن، مشددا على متانة العلاقات التي تجمع واشنطن ووارسو. وبحسب تقارير إعلامية، تدرس الإدارة الأمريكية سحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال الأشهر المقبلة، بينما لمح ترامب إلى أن حجم التخفيض قد يكون أكبر، ويبلغ عدد العسكريين الأمريكيين المنتشرين حاليا في ألمانيا ما بين 35 و 37 ألف جندي. من جهتها، أبدت بولندا استعدادها لاستقبال القوات المنسحبة، معتبرة أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها يشكل عنصرا أساسيا في حماية الجناح الشرقي لحلف الناتو. وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر مستمر بين إدارة ترامب وبرلين، إذ سبق للرئيس الأمريكي أن انتقد ألمانيا بسبب ما اعتبره ضعفا في الإنفاق الدفاعي داخل حلف الناتو، ملوحا خلال ولايته الأولى بتقليص الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي الألمانية. أفاد الباحثون بأن سطح المحيطات سجلت خلال شهر أبريل الماضي ثاني أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات. وأوضحت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي في مدينة بون الألمانية أن ذلك ينطبق على جميع المحيطات خارج المناطق القطبية. ووفقا للبيانات، تم تسجيل درجات حرارة قياسية في أجزاء واسعة من المحيط الهادي الاستوائي ترافقت مع موجات حر بحرية شديدة. كما كان الشهر الثالث أكثر أشهر أبريل دفئا على مستوى العالم منذ بدء التسجيلات. وأشار التقرير إلى وجود فروق كبيرة في درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي خلال أبريل الماضي. في أوروبا شهدت أجزاء واسعة من الجنوب الغربي درجات حرارة أعلى بكثير من المتوسط، بينما سجلت إسبانيا أكثر أشهر أبريل حرارة منذ بدء التسجيلات. وفي المقابل، سادت أجواء باردة بشكل خاص في شرق أوروبا. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز ما جاء فيها. إشادة بمساهمات 4 إدارات ضواحي في مدينة مندفر في إنجاح البرامج الوطنية. إجراءات حماية الغابات في مدينة منصورة تحقق نتائج إيجابية. توزيع جوائز في توراري على المتفوقين في امتحانات الصف الثامن بالإقليم الأوسط. 70 قتيلا في هجوم في شمال شرق الكونغو وتنديد أممي بالعنف. بوتين يؤكد اقتراب انتهاء الحرب في أوكرانيا. وترامب يلوح بنقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا وسط التوتر مع برلين. هكذا سادتي السيدات نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.